كان عندي شوية هوت دوج وربطة جلاش مش عارفة اعمل بيهم ايه. قمت قايمة مقطعة على طول الهوت دوج طرنشات، شوية بصل وشوية فلفل الوان، وقمت جايبة الطاسة بتاعتي وحطيت فيها شوية زيت ومكعبين زبدة، ونزلت بالبصل والفلفل الالوان واديتهم تشويحتين، رشة الملح المتينة بقى وشوية توابل بطاطس كده، ونزلت على طول بشرايح الهوت دوج، رشة من الكاتشب، وكمان لو عندك مستردة يا سلام، وكمان مكعبات من الطماطم، شوية توابل وشوية بقدونس. جبت بقى كوبايه فيها حليب وشويه ملح، رشه فلفل اسود، ومعلقه زبده ومعلقه بيكنج باودر. جبت الصينيه البايركس بتاعتي ودهنتها زيت كويس قوي من تحت، وبعد كده من كل طبقتين جلاش بحط شويه من خليط الحليب اللي احنا عملناه، وبعد كده باجي في النص واحط الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها بتاعت الهوت دوج، وبعدين طبعا موتزاريلا، وبنقفل بقى عليها بطبقات الجلاش ونفس الكلام اللي عملناه في الاول، وبعد كده بيضاي عليها شويه ملح وفلفل، وننزل بيها على وش البيتزا الشرقي بتاعتنا. بعد كده شويه بقى فلفل الوان وموتزاريلا، ودخلت الفرن مفيش 10 دقايق، وكانت بالشكل الجميل ده.